عملت عجينه حلوه قوي تنفع معانا مناقيش وتنفع معانا حواوشي. انا عملت الاتنين في بعض، يعني خدت تتبيله الحواوشي وكمان عملت عجينه حلوه قوي تنفع معانا الاتنين يا حبايب قلبي. طريقه سهله وبسيطه، وطبعا الشكل بيتكلم. ما تيجوا كده مع بعض نشوف عملنا العظمه دي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشيني خالص، يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل عجينه حلوه قوي. هنعمل عجينه تنفع معانا حواوشي وتنفع معانا كمان مناقيش. طبعا كلنا عارفين المنقوش اللي بيبقى باللحمه وكمان بيتعمل بالزعتر والجبنه وبيبقى طعمه حلو قوي. احنا هنعمل عجينه تنفع الاتنين. النهارده بقى هنعمل حواوشي عامل نفسه مناقيش، مناقيش عامله نفسها حواوشي. احنا هنعمل الاتنين مع بعض بطريقه حلوه، وان شاء الله باذن الله انا هقدمه على انه حواوشي بس العجينه تنفع معانا للاتنين. ومعايا كده حبيب قلبي المقادير بتاعتنا. معايا كده كيلو من الدقيق، طبعا دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق فاخر دوت بقى انا خلته. اهم حاجه طبعا لازم ننخل الدقيق. ومعانا كده نص مج زيت، والزيت بتاعي طبعا يكون زيت بقى زيت ذره كده، يعني علشان خاطر يدي ريحه حلوه كده للعجين، او لو عايزين زيت زيتون عادي خالص. ومعايا كوبايه ونص حليب ويكون دافي، ومعايا معلقتين سكر، نص مج زبادي اللي هو بيبقى 100 جرام بالظبط، ومعايا معلقتين كبار حليب بودره، ومعايا معلقه خميره، معلقه بيكنج باودر، ومعلقه ملح صغيره بس مش اكتر من كده. هنعمل تركايه كده في العجينه ان شاء الله باذن الله هتعجبكم قوي الطريقه حبيب قلبي. هناخد اللبن الدافي، انزل بقى كده بكوبايه ونص حليب ويكون دافي حبيب قلبي، ومعايا كده الزبادي، ومعانا الزيت، وزيت زيتون بقى زيت ذره زي ما انت عايزه اللي انت حباه. وهننزل كمان بالخميره، معلقه خميره كبيره، ومعايا كده معلقتين سكر. وهنقلب بقى كده، وهاخد بقى ايه الدقيق بتاعي 5 كوبايات كبار. الكيلو هاخد منه مقدار كوبايتين بس، هاخد كده مقدار كوبايتين بالظبط كده. هقلب بقى كل ده كده. نستمر بقى في التقليب يا حبيب قلبي لما نوصل لعجينه سايله طبعا بالشكل ده. لسه ما ضفناش بقى بقيه الدقيق واللبن والبيكنج باودر والملح. هنغطيها لمده 10 دقايق بس، وبعد كده نكمل عجن. ودلوقتي يا حبيب قلبي ده شكل بقى الخليط اللي احنا عملناه. طبعا شايفين الفقاعات بقى اللي عملت دي، دليل بقى كده ان الخميره بتاعتنا تمام. ودي بتفرق خالص يعني في المعجنات اللي احنا هنعملها النهارده. يعني ممكن تعمليها وتحشيها زي ما انا قلت لك بقى ايه، زعتر وجبنه وكده. هننزل بقى بالدقيق، بس انا هسيب شويه عشان الدقيق بيفرق من دقيق لدقيق يعني. وهحط بقى كده اللبن البودره، وهحط بقى معلقه البيكنج باودر ومعلقه الملح. البيكنج باودر معلقه كبيره ومعلقه ملح صغيره. وهبدا بقى كده في لم العجينه بتاعتي. طبعا انا سبت شويه الدقيق علشان ايه، هشوف معايا لو احتجتهم هحطهم. يبقى انا اخدت الكيلو كله، وكمان معايا شويه لبن علشان خاطر برضو ايه، ما احناش عارفين في دقيق بيمتص السوائل يعني وكده، وفي دقيق لا. نجمع بقى العجينه بتاعتنا كده يا حبيب قلبي بالشكل دوت. ومن الواضح ان انا هحتاج شويه الدقيق اللي باقيين. شايفين لسه العجينه سايله معايا. هنزل بقى كده شويه الدقيق، وهلم العجينه بتاعتي. طبعا نستمر بقى كده في العقل، واهم حاجه ان احنا نخدم العجينه بتاعتنا. نستمر بقى كده في العجن يا حبيب قلبي لحد ما نوصل للنتيجه الحلوه دي. شايفين بقى العجينه بتاعتنا، شايفين طريه وجميله قوي، بتلزق بسيط خالص بس ايه، مش بتطلع في صوابعنا ولا حاجه. طبعا خدمناها حلوه قوي وعجناها تمام. واهم حاجه بقى العجين كويس. يعني بقى ايه، يعني انت زهقانه من حاجه عجينه عجينه زي دي، وتفضلي بقى لتي كده وطلعي كل الطاقه اللي جواكي. عجناها حلو قوي. هنسيبها ان شاء الله باذن الله ساعه بالظبط، ونروح بقى نعمل الحشوه الجميله بتاعتنا مع بعض. نقول بقى مقادير الحشو كده يا حبيب قلبي. معايا كيلو لحمه، ولازم يكون فيها نسبه من الدهن كده، يعني 250 جرام بقى دهن عشان خاطر بتدي بقى طراوه كده للحمه وطعم حلو قوي. ومعايا كده 3 حبات بصل مبشور بالشكل دوت وما قصفتوش ولا اي حاجه خالص. ومعايا كده نقول معلقتين كبار بقدونس متقطع ناعم خالص واخدين الورق.
ومعايا كده معلقه توم ومعلقه هريسه من اللي هي الشطه اللي هي بتبقى الهريسه اللي احنا بنعملها الشطه القرون دي، بس انا جايباها كده يعني هي مش حراقه قوي. ممكن نحط معلقتين، ممكن تحطي معلقه وممكن تستغني عنها خالص بقرن فلفل حلو من الاحمر، بس انا عايزاه يبقى حراق سنه كده. ومعانا بقى البهارات بتاعتنا، بهارات حواوشي معلقتين كبار، ومعايا معلقه فلفل صغيره ومعلقه اللي هو البهار الحلو اللي هو الكبوبه الصيني، بتبقى حلوه قوي في تتبيلات اللحمه عامه يعني. نروح بقى كده وننزل بقى اللحمه بتاعتنا. وطبعا زي ما انتم شايفين انا بعد ما فرمت اللحمه كده فرمت ايه نسبه كده من الدهن. ننزل بقى اللحمه، هننزل بالبصل. طبعا التكسير والتخبيط دوت كلنا بنكسر وبنخبط في المطبخ. هننزل كمان كده بالثوم وبالهريسه بالشكل دوت، وكمان بقدونس كده، وهننزل كمان بالبهارات بتاعتنا الحلوه الجميله، وهنخلط بقى كل دوت مع بعضه. هنسمغ بقى كده حلو خالص. بنسمغ بقى اللحمه كويس خالص كده. وانا مش عارفه ازاي نسيت فعلا وانا بحضر الحاجه، الملح يا حبايب قلبي. هننزل كده بنص معلقه علشان طبعا البهارات بتاعه الحواوشي بيبقى فيها ملح. هناخد حاجه بسيطه نص معلقه بس كده، ولو احتاجنا هنحط. هنسمغ بقى والريحه حلوه قوي، يا ريتكم جنبي. الريحه حلوه قوي يا حبيب قلبي وجميله، وهتبقى مناقيش حلوه قوي. يعني احنا هنعملها كمان بطريقه حلوه هتعجبكم ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه يا حبيب قلبي. حبايب قلبي الجداد اللي بيدعموني كده باللايكات الحلوه وبكلامهم الجميل، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. انا سمختها حلو خالص. هجيب بقى كده طبق كبير او سرفيز، وايه هعمل كور على قد ايه الرغيف انا عايزاه قد ايه. سمغنا بقى اللحمه يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده، وطبعا الملح مظبوط خالص. هناخد بقى كور كده على حسب، انا مش عايزه الرغيف بتاعي كبير قوي، يعني الكره دي حلوه قوي. هنعمل بقى كور كده بالشكل دوت، وهنرصها في الطبق على حسب بقى هيعمل معايا كام كوره. واذا بقت حته عجينه مننا عادي خلاص هنحشيها دلوقتي في الزعتر والجبنه وهتبقى حلوه قوي بالشكل ده. نخلي ايدينا واحده نفس المقاس. طبعا كورت بقى اللحمه بتاعتنا الحلوه الجميله، وشايفين قد ايه البركه. طبعا كيلو لحمه عمل معايا 16 رغيف، طبعا يعني 16 قطعه من اللحمه، وبسم الله ما شاء الله يعني القطعه برده كبيره وحلوه قوي، والريحه بجد خرافه. هحطهم بقى كده على جنب لحد العجينه بتاعتي ما تخمر يا حبيب قلبي، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. وده الشكل النهائي للعجينه يا حبيب قلبي. اخدت معايا ساعه بالظبط زي ما انتم شايفين كده. يا جمال يا جمال، شايفين بقى قد ايه حلوه وجميله. نديها بقى كده بوكس. وطبعا يعني المعجنات دي بتبقى حلوه قوي في الشتاء. انا بعشق المعجنات في الشتاء عامه. اي حاجه بنعملها كده بندفي بيها كده بيوتنا يا حبيب قلبي، والروايح الحلوه الجميله بجد بتبقى حلوه قوي. هنديها بقى كده. طبعا انا عايزه اريحها خالص من الخمر بالشكل دوت، وانا هعملها بقى كده على حسب ما هتطلع معايا بالظبط كده كام قطعه كده. قطعتها بقى بالشكل ده يا حبيب قلبي، وقطعتها 16 قطعه بالظبط. هناخد بقى كده كل قطعه وهنجمعها بقى كده كوره بالشكل دوت، نقفلها بقى حلو خالص. ممكن كمان بقى نعملها كده، نفضل بقى نضل نعمل بالشكل دوت لما توصل معانا كده. ناخد واحده كمان نقفل بقى كده. طبعا لو حسينا ان العجينه مش هتبقى مستويه بعضها ناخد بقى حته كده ونركنها عادي. نعملها برضو كده. قطعتهم كده يا حبيب قلبي وجوب معايا 17 واحده، بس دي مش هنحسبها يعني صغننه خالص كده يزيزوا بقى بالشكل دوت. هناخد بقى معايا كده صينيه، والصينيه بتاعتي بقى انا دهنتها دهنه زيت خفيفه خالص وحطيت ورقه زبده. هاخد اول واحده انا قطعتها عشان طبعا تكون ارتاحت. شايفين العجينه حلوه وجميله ازاي. هناخدها بقى وننزل بيها هنا كده. هناخد واحده كمان هنا، خلي في مسافه. ناخد واحده هنا وواحده هنا عشان هعمل 4. وهنيجي بقى كده، انا مش عايزه اجي عند الحروف بايديا بقى كده وانا تانياها، وهعمل كده او كده
بس اهم حاجه ان انا ايدي ما توصلش بره خالص. انا عايزه الحرف زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اوسع بقى كده. شايفين يا حبيب قلبي بالشكل دوت. هاخد بقى قطعه من اللحمه، ناخد بقى قطعه كده احطها واضغط، ومع ضغطة اللحمه بقى بالشكل دوت انا برضو بفرد. يا جماله يا جماله، العجينه روعه، وكمان الحشوه بتاعتنا حلوه قوي قوي. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه بالشكل ده. خلصنا اول واحده يا حبيب قلبي، شايفين الجمال. طبعا انا حطيت قطعه اللحمه واستخدمت بقى كده ايديا لغايه ما فردت معايا بالشكل ده. طبعا هنعمل واحده كمان. انا عايزه اوريكم كمان ان انا مش عايزه اعمل كده ليه، يعني انزل بايديا كده على طول، علشان خاطر انا مش عايزه صوابعي تفتحها، يعني عشان تبقى مقفوله. زي ما قلت لكم كده كده بالشكل دوت في الاول، وبعد كده بصوابعي بقى بالراحه خالص نفرد بقى كده. اهم حاجه ان احنا نعمل طبق بالشكل دوت. بجد الطريقه حلوه قوي، وان شاء الله باذن الله تعملوها وتنجح معاكم من اول مره. تمام كده. طبعا انا سويتها، هاخد بقى قطعه من اللحمه كده، وهنزل بقطعه اللحمه وافرد برضو لحد ما اوصل للحجم الحلو دوت. اربعه كده يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين. وطبعا العجينه بتاعتنا ارتاحت بقى حلوه ازاي، وكمان معايا جبنه موزاريلا عشان خاطر هعمل 8 و8 زي ما انتم شايفين كده. معايا بقى كده سمنه بلدي، يا جماله يا جماله كده بالسمنه البلدي. لما ناخد الحروف دي طبعا يا ريت بلاش بيض في الوصفات بتاعت المعجنات دي. هناخد بقى سمنه بلدي بالذات معجنات اللحمه اللي بالشكل دوت، المناقيش يعني. السمنه البلدي بقى بتودي العجينه بتاعتنا في مكان تاني خالص، وبتبقى مقرمشه بقى كده، والحرف بتاعها بيبقى حلو. انا مش قصدي المعجنات كلها يعني قصدي الوصفه دي بالذات، عشان احنا قلنا ان احنا هنعمل مناقيش وحواوشي في نفس الوقت. يعني نقولوا عليها زي ما انتوا حابين، عايزه تقولي حواوشي حواوشي، مناقيش مناقيش، عادي خالص. سيحنا بقى حته سمنه بلدي والريحه حلوه قوي. وطبعا لسه ما سويناش، ولعت الفرن بتاعي وهدخلها بقى على حراره، يعني اعلى حراره في الفرن على حسب فرنك يا حبيبه قلبي. على الرف الاولاني خالص هوريكم كمان بالشكل دوت كده. انا عملت الاربعه بالسمنه البلدي كده. مفيش سمنه بلدي عادي خالص، ممكن سمنه عاديه، وممكن كمان زيت يا حبيبه قلبي عادي، مش هنوقف نفسنا. نحط بقى كده الفرشه، ندخل بقى الصينيه بتاعتنا، ندخل بقى كده المناقيش بتاعتنا يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين كده على اول رف خالص في الفرن. وطبعا معليه لاعلى درجه، وكمان مولعه يعني مولعه كمان المروحه علشان خاطر ياخد كله لون واحد. ونروح نعمل الصينيه التانيه. عملت كمان 4 يا حبيب قلبي، والاربعه التانيين في الفرن. والريحه بقى مش هقول لكم على الريحه، تجنن بجد. معايا بقى كده جبنه موزاريلا عشان انا هقسم بالنص، يعني هعمل 8 و8. هناخد بقى كده جبنه موزاريلا يا حبيب قلبي، وننزل بقى كده في النص برضو على اللحمه. ودي حركه اختياري، لو انت مش حباها عادي خالص ما تحطيش. عايزه تحطي اي نوع جبن تاني انت بتفضليه وتحبيه عادي خالص حبيبه قلبي. هحط كده على الاربعه، وهوريكم كمان لقطه كده للي في الفرن، حاجه بجد عظمه. وزعت
وزعت الجبنه بقى يا حبيب قلبي كده على المناقيش. يا جماله يا جماله، شايفين حاجه كده حلوه قوي بجد. لما الواحد بيعمل حاجه وتطلع حلوه كده وبالشكل دوت، يعني بجد الشكل لوحده يجنن وطبعا يجوع. عايزه اوريكم بقى اللي في الفرن. طبعا شايفين بقى الشكل بيتكلم بجد، والريحه تجنن. وان شاء الله باذن الله طريقه العجينه هشه كده وحلوه قوي. ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم يا حبايب قلبي. سوينا بقى اجمل مناقيش يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. طبعا احنا قلنا مناقيش عامله نفسها حواوشي، حواوشي عامل نفسه مناقيش. عاملين عجينه حلوه قوي تنفع للاتنين. طبعا انا حطيت بهارات، بس العجينه بتاعتنا غنيه وطعمها حلو قوي. خرجت بقى الاربع صواني زي ما انتم شايفين. طريقه سهله وبسيطه خالص. هوريكم كمان بقى في النهايه عملت لهم، قلت لهم بطاطس وعملت لهم سلطه طحينه. وانا عامله سلطه الطحينه معاكم بكذا طريقه، فما حبيتش اجيبها عشان ما اطولش عليكم، وتشوفوا بقى اكلتنا الحلوه في النهايه. خلصنا اجمل غدا يا حبيب قلبي. مناقيش حلوه قوي، طعمها حلو، اللحمه مظبوطه، طريقه حلوه قوي، وكمان العجينه هشه. شايفين قد ايه هشه وجميله، وشايفين السوا كمان حاجه كده عظمه. عايزه اوريكم كمان لما نقطع واحد. يا جمال ويا جمال، شايفين الجمال، حاجه حلوه قوي. اتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوا الطريقه. طريقه سهله وبسيطه خالص، وما خدتش اي وقت. طبعا الجبنه الموزاريلا عشان انا بقيت اخرج صينيه صينيه فبردت مش بتمط معانا، بس الطريقه سهله وبسيطه خالص، ما خدتش اي وقت يا حبيب قلبي. عملت معاكم سلطه الطحينه بكذا طريقه، ودي الطريقه بقى اللي هي بتحط لها قوطه وقرن شطه وتوم وكده. ارجعوا بقى للفيديوهات القديمه، وكل اللي بتمناه من ربنا هي محبتكم ليا ودعمكم ليا باللايكات وبالاشتراكات الجديده، اخواتي وحبايبي واصحابي. وان شاء الله باذن الله كل يوم جديد في مطبخ رشا صبري. اشوفكم على خير، باي.